سؤال ثانوية عامة جامد قوي. تعالى معايا، متنساش اني اعمل لك مراجعة الفصل الثالث موجودة دلوقتي على اليوتيوب. يلا بينا على السؤال. بيقول لك قام احد الطلاب بمحاولة تمثيل التيار المتولد في ملف دينامو المبين بالشكل برسم منحنيين مختلفين اكس وواي باستخدام المنحنى الصحيح الذي يدل على التيار المتولد في ملف الدينامو. اذا كانت المقاومة الكلية 10 اوم فان القوة الدفع الكهربية المتوسطة خلال نصف دورة من وضع الصفر. تعال نبص على الرسمة ونشوف انهي شكل هو اللي صح. عندك الاكس ده رايح وراجع في الموجب والسالب، يعني الشكل العادي بتاع الدينامو، وواحد تاني مقاوم. طيب ما تيجي نفصل ما بينهم ونبص على الرسم ونشوف ايه الفرق. والله لو كان مقاوم كان يستبدل الحلقتين بحلقة واحدة مشكوكة طوليا. طيب هل هنا دي حلقة واحدة مشكوكة طوليا؟ لا، يبقى ده الشكل العادي بتاع الدينامو. ادينا راجعنا مراجعة بسيطة قوي. يبقى انا هاخد انهي شكل؟ الاكس يا مستر. حاضر الاكس. تعالى بقى نشيل واي ده خالص كأنه مش موجود، والاكس بالنسبة لنا هو الحل. اول حاجه عايز الاي ام اف المتوسطه. طيب الاي ام اف المتوسطه بيبقى فيها اكشن كتير، بس انت طالما عارف ان خلال نص دوره فانت حافظ اللي هي 4 بي اي ان اف. جميل قوي. طيب تعال نشوف هل معانا اي حاجه من الحاجات دي. لا، تعال بقى نحسب الاي ام اف العظمى من هنا. الاي ام اف العظمى بتساوي التيار القيمه العظمى اللي هي 3 في 10 يدي 30 فولت. ده حلو قوي. طب ده بقى بيساوي مين؟ ال 30 بتساوي ان في الاي في البي 2 باي اف. انا هنا عايز بي اي ان اف، هاتهم يا باشا في طرف. يبقى الان في الاي في البي في الاف بتساوي 30 على 2 باي. طيب نعمل ايه تاني يا باشا؟ خلاص جبت ده، ادخل عوض هنا. يبقى 4 في 30 على 2 باي. تيجي تحسبها على الآلة تطلع معاك الإجابة ب. فكرة حلوة، راجع لك عن نظري وكمان خلاك تدخل في القوانين وتعيش حياتك. بس كده يا باشا. السلام عليكم.